طب ايه هي بقى، زي ما انت قلتي لي ان اصلا في كتير بيجوا متاخر، يعني اللي هو بعد الجواز او كده. طب هي اصلا يعني قولي لهم كده اشهر الاعراض اللي هي لو شافتها تبدا تقلق فتيجي. يعني اشهر الاعراض اللي قلناها ان الشعر اللي بيظهر في مناطق مش متعودين البنات الشعر ماشي. يكون فيها، اه. الاكل، اوكي. الشعر اللي بيقع، امم. لخبطه البيريد. طبعا لخبطه البيريد بشكل كبير جدا، ان لو في مس سايكلز كده عدى عليها شهر او اتنين البيريد مش بتيجي، امم. طبعا ده سبب رئيسي يخلي بنات كتير بتيجي تشتكي. هل فكره برضو. اصلا لخبطه امم. البيريد في حد ذاتها امم. دي لوحدها يعني بتبوظ مود بنات كتير جدا. يعني ده بيبقى سبب ديبرشن لبنات كتير، بغض النظر عن ان في دايركت افكت لهرمون الذكوره على المود بتاع البنت، وان هو بيأثر على ريسبتورز موجوده في المخ، وممكن يدخل ناس في ديبرشن، وبيشتغل على ريسبتورز بيطلع زي ميديتورز كده في البرين، بيخلي البنت ممكن تخش في مود مش حلو. اه. فكره اصلا البيريد مش موجوده دي بتخلي بنات تخش في مود مش حلو كمان. اوكي. طب هل بقى كمان منها من الاعراض يعني كثافة الدم اللي هينزل ساعة الدورة؟ يعني مثلا لو بينزل لها كتير قوي او قليل قوي، هل ده عرض من الاعراض؟ عرض من الاعراض ممكن طبعا، بس هي فكره اصلا ان تكيس المبايض او تكيسات المبايض البيريد مش بتيجي. يعني اوكي. البيريد بتبقى مزد اساسا، ممكن تقعد شهر اتنين مش بتيجي، فطبعا بتاثر على الفلو برضه. اوكي. حلو قوي.